قابل بقى يا ريكو، وبسأل عليا عشان بيصعب عليا. هدي نفسك يا ريكو. أنا سمعت اللي حصل بس بالصدفة والله. وأنت برضه ما ينفعش تبكي على حد باعك. اللي ما تاخدكش كحل في عينها ما تاخدهاش جزمة في رجلك. هي مش فارقالي ولا باكي عليها ولا عايز اشوفها اصلا. انا بس زياد ابني وحشني ونفسي اشوفه. عارفه لو كملت معايا الود والاصول وخلتني اشوف ابني قسما بالله كنت اديها عيني. بس انا والد طماعه وما بتشبعش. معلش، ابنك مصيره يكبر وهيجي لك لحد عندك وبكره تقول راوية قالت. اصل الواد يلف الدنيا وفي الاخر يقعد في حجر ابوه. هيروح فين يعني؟ فك بقى. يلا سلام. لا، ما هو انا ما جيتش المشوار ده كله على الفاضي، وانا عارف ومتاكد انه مستخبي جوه زي الفار هو ومراته وخايف يطلع لي. طب هنعمل ايه يا باشا؟ عندك حق صحيح، هنعمل ايه؟ نكسر الباب. اوامر. تعالى يا حديتك. انا عملت ايه؟ اقف هنا يا يا مرحبا يا ريس. خش اعملي شاي للرجاله. ايه بس؟ يا اهلا بالعريس. العريس اللي مطنشني. عارف انا مشكلتي ايه؟ ان قلب ابيض. فاكر لما جيت لي من شهرين وقلت لي ان ابواب الدنيا متقفله في وشك وان جوازتك هتبوظ على 80 باكو؟ انا عملت ايه؟ طلعت لك الفلوس وقلت لك اتفضل ولا يهمك. حصل وقلت لك بعد شهرين ونص هاخدهم 120 وانت وافقت. وبقالي 15 يوم بكلمك وما بتردش عليا ومسقع لي. ما هو والمصحف كان هيجيلك.